السلام عليكم. النهاردة اليوم الثامن من دورة الكتاكيت معانا. النهاردة آخر يوم في استخدام الفلاجيل. الحمد لله الإسهال وقف. زي ما انتم شايفين معانا حجم الكتكوت ممتاز وحيويته كمان كويسة. ده معناه ان التهوية والحرارة اللي احنا ماشيين فيها واللي انا وريتكم ازاي نهوي المكان ماشيين كويس. النهاردة كمان رفعنا السقايات على الطوب زي ما انتم شايفين كده، علشان لو كتكوت وصل للسقاية وهو قاعد بيجيله كسل وخمول ما يقومش يشرب. لا، احنا عايزينه يقوم يبقى عنده نشاط. وكمان عملنا كده في العلافات برضك غيرناها علشان الافتراس، وكمان علشان الكتكوت صدره يكبر ما يبقاش عنده كسل ويقعد كده على الارض والحيصلة بتاعته تتملى من غير ما يسحب علف كتير. احنا لا عايزينه يسحب علف عشان حجمه يكبر معانا، ما نلاقيش في الاخر في تفاوت في الاوزان. عشان كده احنا كبرنا حجم العلافات ورفعنا السقايات على طول. ومكمل معانا النشا كمان في النهارده، علشان النشا بتهدي المعدة بتاعتهم وكمان بتوقف الاسهال. حطينا الجرعة زي ما احنا متعودين، نص معلقة على الكيلو بتاعنا. وكده نكون جاهزين للمرحلة الجاية من الدورة، وهندخل على برنامج أعشاب وعشان النمو بتاعهم. وتابعوا معانا يوم بيوم وشاركونا الفيديوهات بتاعتكم علشان نستفيد من بعض. ولو عندكم أي سؤال اكتبوه في التعليقات وأنا هرد عليكم. وكمان لو عندك الفرخ كويس قدامك يبقى ما شاء الله الحرارة بتاعتك مظبوطة. ما تدخليش أي أدوية عليه، استخدمي الأعشاب. واهم حاجة النظافة. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم.